في وسط الازمات والزيادات اللي احنا بنشوفها النهارده يا صديقي في الاسعار والغلاء اللي احنا عايشين فيه، اصبحت الناس كل يوم بتدور على مصادر جديده للفلوس ومصادر الدخل الجديده، سواء الفلوس دي هتكون مصدر دخل جانبي بجانب الوظيفه بتاعتك او مصدر دخل اساسي تعتمد عليه. والحاجه اللي جايين نتكلم عنها النهارده تنفع الاثنين، ينفع تشتغلها في الاوقات اللي انت فاضي فيها بعد شغلك، وينفع تعتمد عليها كوظيفه اساسيه وتكسب منها فلوس، وهي يا صديقي الجرافيك ديزاين. وانا من فتره فعلا عملت لكم فيديو اتكلمت فيه عن ازاي تتعلم جرافيك ديزاين وازاي تكسب منه فلوس، واكتر سؤال اتكتب لي على الفيديو ده عايزين يا طارق مصادر نتعلم منها الجرافيك ديزاين. وانا كالعاده صديقي طول ما انا شايف دعم منكم ولايكات كويسه وتعليقات كويسه انا على طول ما بقدرش اخر لك اي طلب، وجاي في حلقه النهارده عشان اكلمكم عن مصادر تقدر تتعلم منها جرافيك ديزاين. ولما جيت يا صديقي عشان اجمع لك المصادر دي واطلعها لك النهارده حاولت انقي فيها المصادر المجانيه، ويا دوب هو مصدر واحد بس لانه مصدر مهم خليته هو المصدر الوحيد اللي بفلوس، وكمان اخترته يكون فلوسه رخيصه يعني تقريبا اقل من مصروفك. لكن يا صديقي اغلب المصادر اللي هكلمك عنها النهارده مجانيه 100%، وتقدر تعلمك يا صديقي من الصفر لو انت ما تعرفش اي حاجه خالص عن الجرافيك ديزاين لغايه حرفيا الاحتراف وانك تكسب منها فلوس، لان هكلمك النهارده زي ما بيقولوا كده على عتاوله المجال ده. وكمان كنت مركز ان المصادر اللي هكلمك عنها النهارده تكون بالعربي، عشان لو انت عندك مشكله في الانجليزي يا صديقي ما تتاثرش كتير، فاغلب مصادر النهارده هتكون بالعربي، هتكون مجانيه، هتكون بتعلمك من الصفر. فلو عايز تعرف ايه هي المصادر دي يبقى لازم دلوقتي تصلي على النبي وتتابع الحلقه دي للنهايه. انا طارق صادق وانت منورني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم فيديو جديد. معاكم طارق صادق. بفكركم إن احنا في القناة بنقدم لك محتوى مفيد بشكل بسيط وخالي من كل الكلاكيع، فما تبخلش عليه باللايك الحلو بتاعك وكمان السبسكرايب. وخلونا يلا نتكلم يا صديقي عن إيه هي يا طارق المصادر اللي ينفع أتعلم منها جرافيك ديزاين من الصفر وتكون مجانية. أول مصدر يا صديقي هي قناة على اليوتيوب للمحترم الجميل جدا مصطفى مكرم. الحلو والجميل مع مصطفى مكرم إنك مش بس يا صديقي هتتعلم جرافيك ديزاين، يعني أنت لو داخل عشان تتعلم جرافيك ديزاين هتلاقي عنده حاجات كتير عن الفوتوشوب والجرافيك ديزاين وازاي تبقى جرافيك ديزاينر شاطر جدا. لكن الحلو يا صديقي في القناه دي ان هي كامله متكامله في مجالات ليها علاقه بمجال الجرافيك ديزاين، زي مثلا انك هتلاقي مصطفى مكرم بيتكلم برضو عن التصوير، فانت النهارده ممكن تتعلم منه التصوير وتبدا تصور وبالصور دي تعمل عليها شغل الجرافيك اللي انت عايزه ويبقى كده الشغل 100% بتاعك. يعني هو بيتكلم عن الجرافيك ديزاين، عن الموشن، عن التصوير، بيديك نصايح كمان في صناعه المحتوى لو عايز تبقى صانع محتوى، بيديك نصايح في الاضاءات. بجد مصطفى مكرم القناه بتاعته كده كنز حقيقي. يعني حاجات كتير من اللي انا اتعلمتها في الفوتوشوب او الجرافيك ديزاين كانت على ايد المحترم الجميل جدا مصطفى مكرم. والجميل جدا في مصطفى مكرم ان هو دايما يا صديقي بيحاول يطور من نفسه. يعني احنا لو النهارده في 2016 هتلاقيه بيتكلم عن فوتوشوب 2016، اما لو مشى الزمن ووصلنا 2023 هتلاقيه بيكلمك عن فوتوشوب 2023. وكمان يا صديقي لما بدات الدنيا تتطور اكتر وبدا يظهر الذكاء الاصطناعي وان هو ينافس بقى في مجال الجرافيك ديزاين، شفنا برضو مصطفى مكرم بيتكلم عن الذكاء الاصطناعي وازاي تستغل الذكاء الاصطناعي. ودي من الحاجات اللي انا احترمتها جدا في الجميل جدا مصطفى مكرم مع حفظ الالقاب، ان في ناس كتير جت وقالت لا الذكاء الاصطناعي هيقعدنا في بيوتنا، ده هينافس الجرافيك ديزاينر، هيقعدهم في بيوتهم مش هيقدروا يشتغلوا، وبقوا بيحاربوا الذكاء الاصطناعي. في نفس الوقت ده شفناه بسم الله ما شاء الله مكتسح في المجال ده وعمال يعلمنا ازاي تستغل الذكاء الاصطناعي في مجال مهم زي الجرافيك ديزاين. يعني في حلقه النهارده لو انت اتفرجت على مصطفى مكرم بس اضمن لك ان انت هتحقق نتائج حلوه جدا جدا لدرجه ان انت ممكن ما تحتاجش لباقي المصادر، اما باقي المصادر لو جمعتها مع بعض اكيد يا صديقي دي هتكون فايده اكبر. فعشان كده تعال نشوف المصدر اللي بعده. تاني مصدر معانا يا صديقي هي قناه عمرو عطله. وخليني اقول لك يا صديقي ان عمرو عطله كمان مش بس جرافيك ديزاين، كمان لو انت عايز تتعلم مونتاج تقدر تتعلم من عمرو عطله. وبالمناسبه عمرو عطله من الناس اللي انا اتعلمت منها كتير جدا جدا عشان اعمل قناتي على اليوتيوب، فانا بكلمك يا صديقي عن ناس انا جربتهم بنفسي ووصلت لنتائج كويسه وقدرت اكسب منها فلوس الحمد لله. فانت لو عايز تتعلم جرافيك ديزاين تقدر تتفرج على عمرو عطله، عايز تتعلم مونتاج تقدر تتفرج برضو على عمرو عطله. يمكن انا لاحظت ان هو الفتره الاخيره ما بقاش نشيط قوي على اليوتيوب، لكن الفيديوهات اللي هو محملها قبل كده يا صديقي لو دخلت واتفرجت عليها فهي كافيه جدا ووافيه جدا وحقيقي يا صديقي دسمه جدا. يعني كفايه بس ان انا اقول لك ان الزرار بتاع اللايك اللي بيظهر لك ويقعد يصدعك وتلاقي فيه الجرس والحاجات دي
كفايه ان انا اقول لك ان انا متعلم الحركه دي اصلا من عمرو عطله. فلو انت عايز تتعلم منه جرافيك ديزاين هتقدر، ولو عايز تتعلم منه حاجات تانية اكتر من الجرافيك ديزاين برضه هتلاقيها على القناه بتاعته. وتعالوا يلا يا صديقي نشوف المصدر اللي بعده. المصدر اللي بعده بقى صديقي مصدر لو تابعته بجد ويعني مشيت معاه كده خطوه بخطوه تقدر تمسك فلوس في وقت سريع. وهنا يا صديقي بقول لك فلوس يعني لازم تركز كويس جدا جدا. وهي برضه يا صديقي قناه على اليوتيوب، وهي قناه نور ديزاين. القناه دي يا صديقي كنز كبير جدا لاي حد عايز يتعلم جرافيك ديزاين، بالذات يا صديقي لو عايز تتعلم بقى الشغل بتاع الجرافيك بتاع الاعلانات والحاجات اللي بتنزل على الفيسبوك، انك تلاقي مثلا تصميم عن ازازه حاجه ساقعه ومكتوب جنبه كلام وتلاقي البرتقاله طالع منها ازازه الحاجه الساقعه والشغل ده، والحاجات اللي بتنزل في البوستات بتاعت الفيسبوك واحنا بنقلد. كل الحاجات دي صديقي جرافيك ديزاين نور ديزاين هيعلمها لك. لان الحلو يا صديقي ان هو عنده قوائم تشغيل، من ضمنها قائمه تشغيل بيعلمك فيها الجرافيك ديزاين، عباره ان هو يجيب لك التصميم عباره عن ورقه فاضيه، وبيبدا هو خطوه بخطوه بيركب الحاجات على بعض لغايه ما يوصل للتصميم النهائي. وتلاقيه سايب لك في الفيديو يا صديقي كل الادوات وكل الحاجات اللي هو استخدمها في الفيديو ده، فانت تقدر تحملها وتفتح عندك الفوتوشوب وهو يفتح الفوتوشوب عنده ويبدا هو يشتغل وانت تقلده يا صديقي خطوه بخطوه، والادوات كده كده معاك لغايه يا صديقي ما توصل في النهايه ان انت تعمل تصميم شبه التصميم بتاعه او بتحط فيه تاتشات خفيفه بتغير فيه. فبتكون دي بدايه قويه جدا لاي حد عايز يتعلم جرافيك ديزاين. لانك يا صديقي لو سالت اي حد في المجال ده بنسبه كبيره هيقول لك ان هو في البدايه بتاعته اول ما بدا كده كان بيقلد، يعني كان بيجيب تصميم ويبدا يقلد التصميم ده عشان يطلع حاجه شبهه. فانت صديقي لما تيجي تبدا هتحتاج انك تقلد ناس، فكويس ان انت تبقى ماشي مع نور ديزاين خطوه بخطوه بتقلد الحاجات اللي هو بيعملها عشان تطلع تصاميم شبه بتاعته، لغايه يا صديقي ما تبقى خلاص واصل لدرجه ان انت تقدر تعمل التصاميم الخاصه بيك ما تقلدش حد. وطبعا يا صديقي مش هفكركم ان كل المصادر ان شاء الله اللي هنذكرها في حلقه النهارده هسيبها لكم تحت في وصف الفيديو، اللي هو الكلام ده المكتوب تحت الفيديو على طول. وبالمره وانت تحت يا صديقي انزل اعمل لايك واعمل سبسكرايب واكتب لي تعليق لطيف، وانزل اكتب الحمد لله عشان اعرف ان انت مكمل لغايه دلوقتي. ما تبخلش علينا يا صديقي باللايك لان دي حاجه بسيطه صغيره بس بتفرحنا كتير. المصدر اللي بعد كده صديقي هي مش قناه على اليوتيوب، هو بقى كتاب. وده يا صديقي كتاب ارشحه لاي حد عايز يتعلم ان هو يصمم لوجوهات، انك تعمل لوجو كده بسيط اللي احنا اتكلمنا عنه في الحلقه اللي فاتت. يعني انصحك تروح تشوف الحلقه بتاعه تعلم الجرافيك ديزاين وانك تكسب منه فلوس، ده اتكلمنا فيه عن اسعار اللوجو النهارده عامله ايه يا صديقي. هتعرف ان هي مش حاجه بسيطه زي ما انت فاكر، وان الموضوع مش سهل زي ما انت فاكر برضه اللي هو احنا يا دوب بنعمل اي شكل وبنبيعه. فلان يا صديقي الجرافيك ديزاين انك تعمل لوجو ده جزء من الجرافيك ديزاين وجزء مهم جدا وبيجيب فلوس كويسه جدا. انا برشح لكم كتاب وكتاب مهم جدا، والكتاب ده صديقي اسمه 50 نصيحه من المحترفين لتصميم الشعارات. يعني يا صديقي حتى لو انت مالكش في القراءه اضغط على نفسك شويه ودوس على نفسك شويه واقراه، وكل ما تحس يا صديقي بالتعب او ان انت زهقت افتكر يا صديقي الفلوس، وان انت بعد الكتاب ده هتبقى قادر انك تشتغل وتجيب فلوس يا صديقي. فبلاش الكسل اللي يبعدك عن هدفك ده. المصدر اللي بعد كده صديقي ده حرفيا بقى انا جايبه لك من الصفر خالص، وهو ان انت حد اصلا لا يجيد استخدام الفوتوشوب ولا برامج الجرافيك ديزاين خالص. وهنا صديقي برشح لكم فيديو مهم جدا على قناه باشمهندس احمد ابو زيد اللي هي قناه دروس اونلاين. فيديو يا صديقي بيتكلم فيه عن ازاي تتعلم فوتوشوب في 90 دقيقه بس. الفيديو ده مهم يا صديقي وعن طريقه تقدر تتعلم كل اساسيات الفوتوشوب. وهتلاقوا برده على قناه دروس اونلاين بتاعت باشمهندس احمد ابو زيد عمل فيديوهات كتير عن الفوتوشوب وازاي تعمل كده في شويه حركات لو اتفرجت عليهم هتفيدك جدا. وده حرفيا يا صديقي بياخدك من الصفر ان انت حد مش عارف اصلا ايه العالم ده لحد عارف على الاقل الاساسيات عشان تقدر تشتغل. يعني ممكن اصلا تبدا بالفيديو ده بعد كده تبدا تروح قنوات الناس اللي انا كلمتك عنهم وتبدا تطبق معاهم. وبفكركم برضو ان الفيديو ده واغلب المصادر او كل المصادر ان شاء الله اللي هنتكلم عنها تحت في وصف الفيديو اللي هو الديسكربشن. المصدر اللي بعد كده صديقي وهو اخر مصدر معانا، بس هو مصدر مش مجاني، هو مصدر بفلوس، وهي يا صديقي منصه ينفع. انا رشحت لك منصه ينفع يا صديقي لان عليها مجموعه من الكورسات الكويسه جدا 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 اللي بتعلمك حاجات كويسه في الجرافيك ديزاين تقدر برضو تستثمرها بعد كده وتكسب منها فلوس. ورشحت لكم منصه ينفع بالذات لان اسعارها حنينه صديقي مقارنه بناس تانيين، وعملنا فيديو كامل عن منصه ينفع انصحكم تروحوا تشوفوه لان هتلاقوا في الفيديو ده صديقي برومو كود لو استخدمته هتاخد السنه كلها بحوالي تقريبا كان 300 جنيه. خلصنا صديقي اهم المصادر اللي انت ممكن عن طريقها تبدا جرافيك ديزاين بالعربي ومجانا. لكن خليني اقول لك برضه صديقي ان انت لو عايز حلقه تانية نتكلم فيها عن مصادر اكتر اكتب لي تحت في التعليقات ومن عينيا الاثنين. ولان عارف يا صديقي ان انا ممكن يتكتب لي تحت سؤال يا طارق هو الجرافيك ديزاين ده محتاج امكانيات عامله ازاي، لان انا شفت السؤال ده في الحلقه اللي فاتت. خليني اقول لك يا صديقي اقل امكانيات ممكن تبدا بيها جرافيك ديزاين لو معاك لابتوب او كمبيوتر. الرامه يا صديقي ينفع تبدا برامات 4 جيجا بس صدقني دي هتبقى يعني صعب قوي، فانصحكم خليك في المتوسط وابدا برامات 8 جيجا ويا ريت تكون DDR4. لو انت مش فاهم الكلام ده صديقي اكتبه في ورقه وبكلم في اي حد بيفهم في الكمبيوترات وهو هيساعدك فيه. بالنسبه
المعالج يا صديقي ما تقلش خالص عن انتل كور اي 5، وهات لك كده كارت شاشه يكون متوسط او فوق المتوسط، عشان الجرافيك ديزاين والمونتاج والحاجات دي بتحتاج كارت شاشه كويس، مش هقول لك خارق لكن على الاقل تبدا بكارت شاشه كويس. والهارد بتاعك يا صديقي اللي هي مساحه التخزين بتاعتك، خلي الهارد ايا كانت مساحته خليه اس اس دي، ده هيساعدك ان انت يكون الاستخدام سلس اكتر وسريع اكتر. زي ما قلت لك برضو لو مش فاهم ايه الكلام اللي انا بقوله لك ده وبالنسبه لك دي الغاز، حاول تكتبهم في ورقه واسال فيهم اي حد، او ارجع للفيديو اللي احنا كنا عملناه عن احسن لابتوب للجامعه، هتلاقيني شارح الحاجات دي بالتفصيل يا صديقي. هيجي صاحبنا اللي يقول طب انا يا طارق مش معايا لابتوب ومش معايا كمبيوتر وعايز اشتغل جرافيك ديزاين بس بالموبايل بتاعي، خلاص كده الدنيا قفلت في وشي. هقول لك لا يا صديقي، هقول لك ان في تطبيقات وبرامج بتشتغل على الموبايل عادي جدا، بس الكلام فيها هيطول قوي يا صديقي. فلو عايزين حلقه كامله عن البرامج بتاعه المونتاج سواء للكمبيوتر او للموبايل، اكتبوا لي تحت في التعليقات، ولو لقيت دعم كويس على الفيديو ده هعملها لكم قريب. يعني على الاقل وصل لي الفيديو ده يا صديقي ل 1000 لايك، واكتب لي كده شويه تعليقات تشجعني، واكتبوا لي اللي انتوا عايزين حلقه عن اهم البرامج اللي تستخدمها للمونتاج. مونتاج ايه؟ لا مش مونتاج، للجرافيك ديزاين اقصد. ولو لقيت دعم منكم كويس يا صديقي وتعليقات كتير بتتكلم عن الموضوع ده ولايكات كده حلوه تشجع، هعمله لكم قريب جدا زي ما عملت لك الفيديو ده، وعملت لكم فيديوهات تانية كنتوا طلبتوها مني. وبس كده يا صديقي تكون حلقه النهارده تمت بحمد الله. اتمنى يا صديقي تكون انت كمان نزلت دعمتني باللايك الحلو بتاعك وعملت لي سبسكرايب، ولو مكمل الحلقه لغايه هنا انزل اكتب لي تمت بحمد الله عشان اعرف مين صحابنا اللي كملوا الحلقه للنهايه. ولو عايز تدعمنا يا صديقي تقدر تدعمني عن طريق رقم فودافون كاش الموجود تحت في وصف الفيديو، او تدعمنا بكلمه طيبه تكتبها لنا في التعليقات. وربنا يعينك يا صديقي ويفتح ليك كل الابواب المقفوله، ونشوفك يا رب كده معاك قرشين حلوين ومشي الدنيا في وسط الغلا اللي احنا فيه. اتمنى الحلقه تكون لطيفه وخفيفه وتكونوا اتبسطتم. كان معاكم طارق صادق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.